اللي اكتشفته في الصباحية صدمها وبيحبها بقاله سنين من قبل ما يشوفها وبيقول عليها ملكة مصر. وقارئ الفنجان قال لها هيدخل حياتك واحد اسمه أحمد وما صدقتش واعترف لها بحبه في أول مكالمة وبيقول لها في اليوم الواحد 30 مرة بحبك وبيحب فيها جرأتها وهي شايفة الحب بعد الكبر أحسن من الشباب. وبناته رافضين الجوازة دي لحد دلوقتي لسبب غريب وبتقول للستات المتغاظة من جوازها بطلوا واهتموا بجمالكم علشان تتجوزوا زيي. الكلام هنا عن كواليس قصة حب المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها أحمد. يا ترى ليه بنتها كانت رافضة الجوازة؟ هل إيناس هتسيب مصر وتسافر تعيش معاه بره؟ مين هو عريسها؟ كل ده هتعرفوه معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. أكيد لسه ما فقتوش من صدمة جوازة المخرجة إيناس الدغيدي وفاكرين إن الموضوع خلص على كده، بس الحقيقة لأ، ده قصة حبهم لبعض هتصدمكم لسنتين 3 قدام. أصلها من أغرب قصص الحب اللي ممكن تسمعها في حياتك. إيناس الدغيدي في يوم خلت واحد مشهور بقراءة الفنجان يقرأ لها الفنجان، فقال لها هو مين أحمد؟ قالت له ده أخويا اسمه أحمد، فرد عليها وقال لها لأ، ده في واحد اسمه أحمد هيدخل حياتك قريب وهيفضل فيها لآخر العمر. طبعا هي فرحت وفي نفس الوقت ما صدقتش ولفت الأيام. وفي يوم جه صديقها فنان وقال لها أنا كنت في استراليا وقابلني واحد مصري هناك رجل أعمال كبير وطلع بيحبك حب مش طبيعي، حتى اسمعي أنا سجلت له كلامه عنك. فهي لما سمعت اتبسطت وحست من كلامه إنه مش مجرد واحد معجب بيها كفنانة، لأ ده في نبرة صوته حب وشجن لإيناس. فطلبت رقمه من صديقها وقالت له عايزة أكلمه وأشكره، وفعلا خدت الرقم وكلمته وقالت له شكرا جدا. المفاجأة إنه طلب منها 3 دقايق يتكلموا في التليفون وهي ما قدرتش ترفض، ما هو قلبها كان بدأ كده يدق شوية وطبيعي ست. وفجأة واحد قال لها انت ملكة مصر. ايوه، ما هو قال كده بالنص لصديقها الفنان. المهم اتكلموا واعترف لها انه بقاله سنين بيحبها وبيحب جرأتها وصراحتها، وفضلوا يتكلموا شهر من غير ما يشوفوا بعض، وده علشان هو عايش في استراليا مش روسيا يعني زي ما بيتقال. وطول الشهر ده بيقول لها في اليوم 30 مرة بحبك. وبعد الشهر قال لها بقولك ايه، انا مش قادر لازم نتجوز، ونزل مصر واتجوزها. وفي يوم الصباحية خدت صدمة عمرها لما لقيته بيتنشن كده معاها، يعني لما تيجي تتكلم عن الموضوع الفلاني يقول لها لا اقفلي على الموضوع ده، لا مش حابب نتكلم في حاجة زي دي. الصدمة ان بناته مش موافقين على الجوازة دي. ايوه، ما هو كان متجوز ومعاه بنتين وولد، والولد طبعا واخد صف ابوه ووافق، انما بناته لا غيرانين على ابوهم. يعني زي بنت ايناس حبيبة اللي اتخضت في الاول لما امها قالت لها، وبعد فترة قدرت تقنعها بيه. ايناس الدغيدي فرحانة جدا بالجوازة دي وبتقول الحب بعد الكبر احسن بكتير من الشباب، لان وانا صغيرة سهل جدا اي حد يحبني، انما لما اكبر فهو صعب. وبتقول لكل الستات اللي بتحقد عليها بطلوا تاكلوا مكرونة ورز واعملوا رياضة واهتموا بنفسكم علشان تتجوزوا زيي. اما بقى احمد جوزها فهو اسكندراني اصيل وكان لاعب كورة في الاتحاد السكندري، وبعدها اعتزل وبقى مدرب كورة في الأردن وعمان. ورغم نجاحه بس قرر يهاجر أستراليا علشان حلمه يشتغل فيها، وبقاله سنين قاعد فيها لحد لما بقى رجل أعمال وعنده شركة وناوي ياخد معاه مراته إيناس تكمل حياتها هناك. وفي النهاية بقول لهم ربنا يساعدكم.